السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معنا مره اخرى في فيديو جديد. نتمنى انكم انتم واهلكم واحبابكم بالف خير وبصحه وبعافيه ان شاء الله. اليوم سنكمل سلسله تارت وسنقوم بتحضير هذه التارت الرائعه، تارت الفريز او تارت الفراوله. جد رائعه، جد جميله، جد سهله وبجوده المحلات. فيلا بنا نبدا. فبسم الله على بركة الله. أول شيء نحتاج إلى كوبين من الدقيق أو كأسين من الدقيق، ثم نحتاج إلى نصف كوب أو نصف كأس من الزبدة، نصف كوب أو نصف كأس من السكر، سكر ناعم، سكر بودرة، كيس واحد من فانيليا أو سكر الفانيليا، ثم نخلط ونمزج الكل معا. فالمقادير بالجرام ستجدونها في صندوق الوصف. فالخليط يصبح بهذا الشكل، إذا ضغطنا عليه سيصبح نفس الشكل. الآن سنقوم بإضافة بيضة واحدة، ثم نخلط ونمزج الكل معا. وهكذا العجين أصبح جاهز. نأخذ إناء، نقوم بوضع العجين بالداخل، ثم نقوم بتغطيته ووضعه في الثلاجة لمدة ربع ساعة. بعد 15 دقيقة نقوم بإخراجه من الثلاجة. فالعجين أصبح متماسك قليلا، ثم نقوم بوضع القليل من الدقيق. فالعجين هنا يكون جد رطب ويتكسر قليلا، فهذا هو العجين الناجح حتى نحصل على عجين مقرمش عند الطبخ. نضع القليل من الدقيق من فوق أيضا بنفس الطريقة، ثم نأخذ مدلك ونقوم بتمديد العجين. فعادي أن العجين يتكسر معكم، فقط تعاملوا معه ببطء. قليل من الدقيق مرة أخرى من فوق. فالسمك يكون بهذه الدرجة. فنقوم بتمديد العجين إلى حين أن نحصل على شكل القالب. فكيف ما قلت العجين يصبح يتكسر بسهولة، فلو التصق معكم العجين بالطاولة فقط تأخذوا سكين أو أي شيء وتقومون بنفس العملية، ثم بعدها تأخذون المدلك، تأخذون طرف العجين بنفس الشكل وتقومون بلفه بنفس الكيفية. ثم نأخذ طاوة الطار، نحمل العجين ونقوم بوضعه في طاوة الطار بنفس الشكل. فعادي أنه يتكسر معكم قليلا. ثم نأخذ المدلك ونقوم بتمريره من فوق بنفس الشكل. نقوم بإزالة الجوانب، نحتفظ بالعجين لتحضير طارت أخرى، ونقوم بالضغط على الجوانب بنفس الشكل،
ثم الآن بعد أن تصبح بهذا الشكل نقوم بإدخالها إلى الثلاجة مرة أخرى لمدة ربع ساعة، لكن من غير ما نغطوها. ومن بعد إخراجها من المجمد نأخذ سكين ونقوم بقطع الأطراف بنفس الشكل حتى نحصل على عجين شكله جميل من فوق. ثم الآن سنحتاج إلى ورق طبخ، فورق طبخ سبق وأن قطعناه بنفس حجم الطرف من الداخل نفس الشكل. ثم سنحتاج إلى أشرطة بنفس الشكل ونفس المقاس، سنقوم بوضعها على الجوانب بنفس الشكل ونفس الطريقة. ثم نقوم بوضع حبوب الحمص. فلماذا حبوب الحمص؟ حبوب الحمص هنا ستساعدنا على ثبات الطارت حتى تفضل الطارت محتفظة بشكل الجميل والجوانب لا يقومون بالنزول. فبنفس الشكل نتأكدوا من توزيع الحمص جيدا. فهذا الحمص ممكن أنكم تخلوه وتستعملوه عدة مرات، كل ما حبيتوا تعملوا الطارت تستعملوا هذا الحمص. والآن سنقوم بإدخالها إلى الفرن. ثم نقوم بإدخالها إلى الفرن. بالنسبة للفرن الغازي على درجة حرارة متوسطة، ما بين المتوسطة والخفيفة. حاولوا أن الطارت تكون بعيدة على النار ونتركها لمدة تتراوح ما بين 15 و 20 دقيقة. بالنسبة للفرن الكهربائي على 170 درجة لمدة 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد جيدا. الآن أصبحت باردة، نقوم بإزالة الحمص ثم نزيل ورق الطبخ ونقوم بإرجاعها إلى الفرن لمدة تتراوح ما بين 7 دقائق إلى 10 دقائق. هنا لا نريد أن تصبح مطبوخة 100%، لكن فقط مطبوخة 70%، لأننا سنضع الحشوة وسنرجعها إلى الفرن مرة أخرى. بالنسبة للحشوة سنستخدم فراولة أو فريز. أول شيء نقوم بغسله وتنظيفه جيدا، ثم نقوم بقصه إلى قطع صغيرة. ثم الآن بعد أن قمنا بتقطيعه إلى قطع بنفس الشكل سنقوم بوضع الفراولة بداخل الطارت بنفس الشكل عادي، فقط تقوموا بوضعها بالداخل. لو حبيتوا أنكم ترتبوها بشكل أحسن فهذا يبقى على حسب ذوقكم. ثم الآن سنمر إلى تحضير الخلطة. الخلطة أيضا جد سهلة وجد بسيطة. كل ما سنحتاج إليه بيضتين، كوب واحد من الحليب، وكوب من الكريمة، كريمة الخفق، نصف كوب من السكر، وملعقتين من النشا. ثم نمزج الكل معا. فقمت هنا بنقله إلى إناء أكبر حتى يكون سهل في الخلط. فيجب أن نخلط جيدا حتى نتأكد من اندماج البيض مع الحليب والكريمة، والنشا أيضا يذوب ويندمج مع الخليط. نقوم الآن بصب الخليط بداخل الطارت. ثم نقوم بإرجاعها إلى الفرن. بالنسبة للفرن الغازي درجة حرارة خفيفة جدا لمدة 20 إلى 25 دقيقة أخرى. بالنسبة للفرن الكهربائي على 160 درجة لمدة تتراوح ما بين 15 و 20 دقيقة. بعد إخراجها من الفرن نتركها حتى تبرد جيدا، فيمكنكم تناولها مباشرة أو يمكنكم الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة تصل إلى 3 أيام. طارت جد سهلة جد رائعة بجودة المحلات، وصدقوني لو حضرتوها مرة ستقومون بتحضيرها عدة مرات. فنتمنى أن الفيديو نال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، الضغط على زر لايك،
ولا تنسوا أيضا مشاهدة هذه الفيديوهات، وألقاكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. يومكم سعيد، السلام عليكم.